الدورة الأخيرة من مرحلة الذهاب كانت فرصة لفريق الرجاء البيضاوي للتأكيد على الانطلاقة القوية التي دشنها قبل دورات، سيما وأنه يستقبل فريق جريح يحتل الصف الأخير ويبحث عن ملامح الطريق للانفلات من المنطقة المكهربة. الأمر يتعلق بشباب أطلس خنيفرة. الجمهور الرجاوي كالعادة كان مبدعا في المدرجات ورسم أجمل اللوحات في تأكيد للمكانة المرموقة التي أضحى يحتلها بين الجماهير العالمية. المباراة انطلقت بحماس كبير بين الطرفين، وشباب خنيفرة كان صاحب المبادرة في المحاولة لكن دون بلوغ المراد، والرجاء رد بجدية كبيرة وتمكن في الدقيقة 13 من افتتاح التسجيل من رجل اللاعب فيفيان مابيدي. توالت أطوار المباراة وعبد الإله حفيظي يحصل على ضربة خطأ على مشارف المربع. عادل الكاروشي ينفذ بأناقة الكبار ويضيف الهدف الثاني للفريق الأخضر، كان ذلك في الدقيقة 29 من المباراة. الشوط الثاني دشنه فريق شباب أطلس خنيفرة باندفاع كبير، وظهر خلاله محمد أنجم فاعلا رئيسيا في خط الهجوم من خلال محاولاته العديدة والخطيرة والتي كانت الأقرب إلى تقليص الفارق. اليوم كنا جايين نعزم باش نحققوا واحد النتيجه الايجابيه لترضي الجمهور الخنيفري اللي ساندنا في هذا اللالي كامل. درنا اللي علينا ولكن الكامل على الله. فريق الرجاء لعب بالخبره اللي عنده، اللعابه يعني مستوى عالي، وان شاء الله غادي نحاولوا نساو هذه المقابله ونفكروا في المقابلات الجايين اللي ان شاء الله مازال قدامنا ان شاء الله عمل وخدمه باش نقولوا الكلمه ديالنا. شكرا. وعندما كانت المباراة تسير بشكل عادي اضطر الحكم يوسف الهراوي إلى إيقاف مجريات اللعب بعد انطفاء بعض مصابيح المركب الرياضي محمد الخامس. ما كانش انقطاع كلي ولكن كان انقطاع جزئي ديال بعض المصابيح، لانه على حساب الاستفسار ديالنا للشركه المكلفه بتوزيع الماء والكهرباء بمدينه الدار البيضاء اللي عندنا معهم اللي كيسهروا على واحد المداومه هنا في المركب الرياضي محمد الخامس. فالانقطاع راجع على الموزع الرئيسي اللي يزود الشركه المعنيه بالاناره. وقع واحد الخطف ديال الضوء ديال الاناره بما نتج عنه واحد انقطاع جزئي بسيط في بعض المصابيح. عادت الإنارة وعادت معها حركيات المستطيل الأخضر من خلال بناء هجومي للرجاء البيضاوي توجه عبد الإله حفيظي بهدف ثالث. فاحنا كلاعبين بصراحه كنا متعهدين بالصداره، كتكتب لنا شبه مستحيله، لكن بالدعم الجمهور الرجاوي اللي ساندنا، وكنشاهدوا اليوم الجمهور اللي حضر كان المنتخب الوطني لاعب، جمهور متحمس من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90. فبالنسبه لي شخصيا هذه النتائج الاخيره اللي حققناها فضل هذا الجمهور الرجاوي. المقابله كانت في جو رياضي وكانت روح رياضيه ما بين اللاعبين، يعني كما كنعرفوا فريق رجاء فريق كبير وفريق ديال الالقاب، وحنا يعني هذا العام يلاه ساعدين دوزيام ديفيزيون، يعني مستوى شويه بشويه ان شاء الله، ومن هنا لقدام يكون الخير ان شاء الله. الحمد لله حققنا 3 نقاط اللي هي الاهم. فريق الخنيفري كان ماشي بالسهل يجي باش ينهزم بارضيه الملعب امام فريق الرجاء البيضاء قيمه هذا الجمهور هذا العالمي. الحمد لله دخلنا باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي كتخولنا 3 نقاط. هادشي اللي حصلنا عليه، 3 نقاط تنديوها الجماهير الرجاويه. 3 أهداف دون رد نتيجة المباراة. الرجاء برصيد 25 نقطة مع فرق الرياضة، وشباب أطلس خنيفرة برصيد 11 نقطة، ولا يزال يراوح المكان في أسفل الترتيب.